سلامي فيش راسكم بخير خير. اليوم جاتكم فيديو جديد. لا فيديو تاع اليوم واللي هو عنا وصفات رمضانيه. البنات باش نقول لكم اليوم جبت لكم واحد الوصفات روعه، يعني ما تصدقوش. كما نقولوا حنايا البنه نتاعهم وصفات سريعه واقتصاديه وبنه مره اخرى نقولها لكم. اول حاجه نبداو بها اليوم حشارككم وصفتي في طاجين الحلو. اول حاجه عندي الملح، الفلفل الكحل، هنايا عندي البنات الكركم، وعندي ثاني القرفه. هنايا القرفه بودره، يعني البنات ما تكثروش منها، ديروا زغبه باك ما تجيكمش كما نقولوا حنا الماركه تاعكم ولا المهم هذيك لاصوص تاع الطاجين تاعكم ما تجيكمش كحله. وهنا عندنا هنا البنات نجمه الارض، وعندنا قرفه عود، وعندنا هنا طيب، عندنا ما كاس مع الازهر، كاس سكر. وهنا عندنا الفواكه المجففه كما راكم تشوفوا. الفواكه المجففه البنات كيفاش نديرهم؟ حطوهم في الماء كما نقولوا حنا يتنخوا مليح، هذاك نغسلوهم ومن بعد نولي نحطهم. هنا اول حاجه جبت الطاجين تاعي، درت فيه غرفه كبيره تاع زبده. هنا كيما راكم تشوفوني نذوب في الزبده تاعي. هنا حاولوا انكم كتبغوا طيبوا الطاجين تاعكم طاجين الحلو، حاولوا انكم ديروا كما نقولوا حنايا في وقت وقت بكري، وحطوا على نار هاديه يعني باه يطيب لكم مليح. وشو نقول لكم يجيكم واحد البنه، يعني ما تصدقوش البنه تاعها. يعني الطاجين الحلو راه هو اصل، يعني كما نقولوا يطيب في نار هاديه يعني باه يجي مليح، خير من ما يكون في نار قويه. المهم البنات هنا درت زبده ذوبتها، ومن بعد درت عليها كاس سكر، ومن بعد البنات انا حركت الزبده مع السكر، زدت عليها كاس ماء زهر. وهنا دوكا واش نديرو كما قلت لكم طيب. هنا عندي هذو نجمه الارض، عندي قرفه عود، وهنا البنات الكركم، رشه ملح، رشه فلفل كحل، وعندنا ثاني كما قلت لكم قرفه تاع البودره. هنا القرفه البودره البنات ما تكثروش منها، يعني مش صح في كما نقولوا تكثروا منها. المهم هنا نوليو نحركوا كما نقولوا احنا نحركوا كامل المكونات وبعضهم، بعد نوليو هنا نزيد عليهم الماء. هنايا ونخلطوا كما نقولوا احنا المكونات تاعنا كما راكم تشوفوا البنات. يعني انا الكركم درتها بتجي لاصوص تاعي كما نقولوا احنا لاصوص تاع طاجين تاعنا، تجي صفراء وتجي كما نقولوا احنا صفراء وكيوت، يعني تجيب لنا. هنايا كما نقولوا احنا خليتها راهي الطيب بعقلها كما قلت لكم نار هاديه. هنايا البنات وليت هنا دوكا زدت عليها الفواكه المجففه تاعي، عين بقره والمشمش والزبيب، يعني درت كامل الفواكه المجففه تاعنا. ومن بعد نوليو هنايا البنات ساك عليها ونخليها يعني كما قلت لكم على نار هاديه ونخليوها طيب براحتها. هنا وليت رجعت للطاجين، حندير هنايا نشارككم بوصفه يعني روعه، واللي هي طاجين تاعنا نتاع طاجين مش خوخه. زين خوختنا واش درنا فيه المكونات تاعنا؟ كان عندي طرف سكالوب البنات كنت قليت طرف السكالوب تاعي، ومن بعد وليت فتت ودرت عليها هنايا البطاطا تاعي فورتها. هنا البنات من الاحسن البطاطا تاعكم تفوروها، يعني تجي كما نقولوا احنا عمليه وتجي مليحه وبنينه، خير من ما تغليوها في الماء. هنا المهم درت البطاطا، هنا السكالوب تاعنا كما قلت لكم حكمت قليته، وليت البنات كما نقولوا احنا فتتو حطيته. درت زيتون الاخضر كنت قصيته كما نقولوا احنا صغير. درت ثاني لي زيبيس، الملح، الفلفل الكحل، ودرت الدبشه والمعدنوس، ودرت صفار بيض البنات، وقعدت نخلط المكونات تاعي. ومن بعد هنا هذا هو الخليط تاعي كما نقولوا انا تحصلت عليه. هنا البنات جبت حبه بيض، هنا راني نخلط فيها، درت فيها رشه ملح وفلفل كحل. وهنا نخلط المكونات مليح. هنا ثاني عندي لا شابيور. هنا كما قلت لكم في هذا الطاجين تاع الخوخ راهو سهل واقتصادي وكما راكمش يعني فيه والو. طرف سكالوب البنات كنت طرف سكالوب تاعي كنت كما قلت لكم كنت قليته مع البطاطا المفوره، يعني كما نقول المكونات تاعها سكالوب، البطاطا، الزيت الاخضر، دبشه المعدنوس ولي زيبيس وصفار بيضه برك. هنايا البنات ولي جبتو، هنا جبت كما نقول حنايا هزيت زغبه من الخليط نتاعي وعدلته كما راكم تشوفوا كيفاش بهذيك الطريقه. وليد حشيته بالفرماج وكما راكم تشوفوا شكلته على حبه انجاصه. هنا البنات كما راكم تشوفوا طاجين خوخ بصح الشكل تاعها حبه انجاصه. المهم هنا شكلنا بهذه الطريقه كما راكم جاي على حبه انجاصه كيفاش جاي طويل. من بعد وليت حطيته هنا في الشابلور كما راكم تشوفوا، يعني بلا ما نشرح يعني راهي كلش واضح وكلش بسيط كما راكم شفتوا. يعني لو حبيت نشارككم في هذه الايام اللي انا صايمينهم ايام البيض كما راكم تشوفوا باثنين وثلاثة ولا أربعة وغدوة ان شاء الله الخميس. المهم هنا كما راكم شفتوا يعني حبيت اني نغتنم الفرصه هذه ونشارككم بوصفات رمضانيه اقتصاديه. هنا بعد ولينا جدنا هنا البنات حطيتها بعد ما حطيت حبة زيت الانجاص هذه في لاشابليغ وليت قلبتها في البيض، ومن بعد نولي نرجعها في لاشابليغ كما راكم تشوفوا.
يعني بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا خفيفه واقتصاديه. وعن بالي البنات شوفوا لي تفرجوا لا فيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناه، ديروا جيم وتخليوا لي تعليقاتكم الحلوه. وبهذه الطريقه يعني نعودوا كما نقولوا حنا نعدلوه، يعني كل ما نديرو في لاشابليغ نعدلوا لها، نحاولوا نعدلوا لها الشكل تاعها. شوفوا بسم الله ما شاء الله. ودوك شوفوا البنات ثاني كيفاش طيب، تشوفوا فيا تشوفوا في صحن تقديم راح تجيكم روعه. وهنا كما راكم تشوفوا كيفاش راني كما نقولوا حنعاود الطريقه معكم، يعني طريقه بسيطه وخفيفه. بهذه الطريقه. شوفوا البنات كيفاش رانا ندير فيها. هنا عدلناها بيدينا، لازم نحطوه هنا البنات لاشابليغ، نحطوه في لاشابليغ ومن بعد نوليو نديرها في البيض ومن بعد نسكراجوها في لاشابليغ، يعني كلش راهو باين. وكما راكم تشوفوا صح شنو نقول لكم البنات، تولي بعد كي تقليوها راح تجيكم البنات كما نقولوا حنايش الذوق نتاعها مقرمش، يعني كما نقولوا من برا مقرمشه ومن الداخل جاي طريه، يعني كي تجربوها راح تعرفوا الذوق اللي راني نحكي لكم عليه. هذه هي يعني كما نقولها، يعني ماهيش حاجه كما نقولوا احنا حاجه يعني فيها خدمه بزاف، فيها حوايج بزاف، والو حاجه اقتصاديه كما نقولوا تقريبا كامل المكونات تاعها في الدار، كما البطاطا والبيض وليزيبيس والدبشه والمعدنوس. يعني شنو الحاجه اللي قادره ما تكونش متوفره في الدار؟ هي سكالوب برك، يعني هذا مكان تعرف سكالوب حبب وصفار بيضة والبطاطا وليزيبيس والدبشه والمعدنوس، يعني تكونوا موجدين طبق يعني رمضاني بنة. هنا كما راكم تشوفوا هذا هما، من بعد نوليو هنا حميت البنات الزيت تاعنا. حاولوا انكم لو تبغاو تقليهم ما تقليهمش شي مقله، حاولوا انكم تبغاو تقليهم في كما راكم تشوفوا. انا درت هذه الكسرونه تاعي يعني هذه الطاوه حنا تقريبا حاطينها غير القليين كما راكم تشوفوا. بسم الله ما شاء الله. شوفوا البنات كيفاش حصلت اليوم، جاو يعني الشكل تاعهم حمر، جاو روعه. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما حطيتهم في صحن تقديم، بعد ما طاب لي طاجين تاعي الحلو. شوفوا البنات هذه لاصوص اللي قلت لكم عليها كيفاش تجي صفرا تجي باهيه، يعني كما نقولوا حنايا يعني تزين هكا الطابله. هنايا البوريك، عندنا الحميص، عندنا لا سوب. ثاني البنات عندنا هذا الطاجين تاع الخوخ، وعندنا السلطه والمملحات. درت البيتزا ودرت هذو ثاني البنات الفطائر. هنا نسيت ارسلكمش البيتزا. وشهيتكم في الجنة. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو تاع اليوم واستفدتوا منه. نتمنى ان شاء الله ثاني تكونوا هزيتوا فكره يعني كما واش حتقدموا في رمضان. ونتمنى ان شاء الله تلقاكم فيديو جديد. وباي.